وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى سنة مؤكدة هي السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها إلا نادرا، لا يتركها إلا نادرا، هاي معناها سنة مؤكدة. كصلاة الضحى مثلا، كركعة الوتر مثلا. وفي السفر والحضر لم يكن يترك ركعتي سنة الفجر وركعة الوتر. وبعض السنن التي كان يتركها أحيانا ويأتي بها أحيانا هي تسمى سنن ونوافل، ليست مؤكدة. فذلك هذا الذي نستطيع أن نفرق بين السنة المؤكدة والسنة العادية أو النافلة العادية. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك صلاة قبل المغرب وقبل العشاء وأربعة قبل العصر، أحيانا يصلي وأحيانا يتركها، فإذا هي سنة غير مؤكدة. وأيضا سنة ركعتين عند الدخول وعند الخروج أحيانا يتركها وأحيانا يأتي بها، فإذا هذه سنن وليست مؤكدة. فهذا الذي يفرق بين السنن المؤكدة التي كان يحافظ عليها نادرا ما يتركها، والسنن العادية التي أو النوافل العادية التي كان يتركها أحيانا ويأتي بها أحيانا، والله أعلم.